ما ترميش القرعه ديال الديفيزور القديمه، غنوريكم كيفاش تولي كتعطي ريحه كتحمق باقل تكلفه. ها نتوما البنات حكموا بعينيكم، هاد الجهه راها ملمعه، هاد الجهه راه ما ملمعاش، شوفوا لي غير لا ديفيرونس. السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا في صحه جيده ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. نتمنى نكون دائما كنفيدكم بالوصفات اللي كنقدم لكم ويكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم، ومرحبا بكم جميعا. واليوم غنجرب معكم واحد الوصفه بالديفيزور. منين يتسالى الكارتي الديفيزور ما تلوحيش، حيت غادي نحتاجوا هاد القرعه وهاد العويدات. وغنجرب معكم واحد الوصفه اللي معتمده في مواقع التواصل الاجتماعي، كلشي كيجربها وكلشي كيديرها، ولكني انا غنجربها معكم اليوم وغادي نقول لكم واش تستحق التجربه ولا لا، واش كتعطي فواحل ولا ما كتعطيش. وخليكم معنا باش نكتشفوا الوصفه جميعا، ومرحبا بكم. وفي هاد الديفيزور المنزلي غادي نحتاجو منعم ديال الملابس، غادي نحتاجو هنايا الكحول مخلط بالماء، مخفاه بشويه الماء، و اي زيت عطري انت كتفضلي. ما كانش زيت عطري ما ديريش، هذا اختياري. صافي غادي نجي كنحركوه مزيان بحال هكا البنات حتى كيتجانسوا لينا المكونات. وكنركبوا البوشون ديالو، كنخلطوا مزيان هكا، نوليو نقلبوهم. وحنا حصلنا على ديفيزور. شنو غيبقى لينا دابا؟ غيبقى لينا غنشوفوا واش فيه الفواحل ولا ما فيش، واش كيرخي الريحه ولا لا، واش هذا الليكيد هذا كيتكونسومو ولا لا. حنا باش نعطيوه حقه غنخليه يومين حتى نتاكد منه راه تيرخي الفواحل وكيتكونسومو. ديك الساعه غادي نبارطاجي معكم النتيجه. في حاله ما كانش كيرخي الريحه راه غنقولها لكم وغنصوروا، ولكن غنرجعوا ما بين واحد 2 جوغ ان شاء الله وغنشوفوا الريزولطا ديالو باش نعطيوه حقه. هو راه كيجي في الشكل انيق والريحه كاينه، ولكن واش غادي تفوح من هاد العويدات ما عرفناش. وانتم في الراي ديالكم واش غيعطي الريحه ولا لا؟ قولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير قبل ما تكملوا لا فيديو بطبيعه الحال، حيت هاد لا فيديو غيكون فيه كلشي. وكيف ما وعدتكم غادي نقول لكم الريحه ديالته كيفاش دايره، واش فواحه ولا لا. من بعد يومين البنات وانا كنتيستيه، الريحه ديالته زوينه وكتعطي في الكولوار. دابا انا حاطه هنا يعني الريحه كنشمها ملي كنكون في الكولوار، شي حاجه زوينه. يعني باختصار ممكن تجربوه، راه زوين، غير هو ما فيش فواحل كتير. بالنسبه للتقييم ديالي ليه نعطيه واحد 6/10، راه ديجا شي حاجه زوينه. وفي هاد الوصفه غادي نديروا واحد الملمع ديال الخشب، واللي كيخلي لنا كذلك واحد الريحه اللي كتكون زوينه في البيت ديالنا. فين ما دوزي حدا داك الخشب غتبقاي تشمي واحد الريحه زوينه. غادي نحتاجوا زيت عطري كيف ما بغى يكون، ماشي مشكل اش من نوعيه. وغادي نحتاجوا كذلك زيت اللوز ولا زيت جونسون ولا زيت الزيتون اللي كان متوفر، ما كاينش المشكل. وغادي نحتاجوا كذلك حتى الخل. غادي نوضعوا واحد الكميه ديال الخل، تمن واحد معلقه ونص كبيره، وكذلك بعض قطرات ديال الزيت. قلنا اللي كان عندك يا زيت العود ولا زيت جونسون اللي كان متوفر عندك، ولا زيت اللوز. وكنضيفوا عليهم زيت عطري. من موراها كنخلطوا المكونات وكنحصلوا على هذا الخليط. كنجيبوا شي زويف ويلا هون نمسحوا باش نشوفوا اللمعه اللي غادي نحصلوا عليها ان شاء الله باذن الله. وهذا هو البلاكار والباب عاديين ما ملمعين ما حتى شي حاجه. حنا غادي نلمعوهم ونرجعوا معكم. كناخذوا هذاك الشيفون ديالنا وكنبللوه بهذاك الماء اللي حنايا صوبنا. اول حاجه كيتلمع، ثاني حاجه كيتنقى، وثالث حاجه
منين كدوزي من حدا هذاك الباب اللي مسحتي بهذا الخليط فريمون كتشمي واحد الريحه كتحمق. هانتي مستافده 3 في 1، كتنقي كتلمي وكتشمي ريحه زوينه. هاد الوصفه جربيها، ما نقول لكمش انا اللي كنشوف النتيجه كيفاش دايره قدامي فريمون كيلمع. هاد الوصفه هذه جربوها على ضمانتي. ها نتوما البنات حكموا بعينيكم، هاد الجهه راه ملمعه، هاد الجهه راه ما ملمعاش. شوفوا لي غير لا ديفيرونس. ها انا غنمشي لكم من الزاويه الاخرى. ها نتوما هذه هي الجهه اللي ما ملمعاش، شوفوا الجهه اللي ملمعه كيفاش. شوفوا لا بريونس فريمون واعره. البنات جربوها راه ما غتندموش. وهادو هما الوصفات ديال اليوم اللي شاركت معكم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله.